السلام عليكم. دعمونا بحاجات انه حطمنا زجاج السيارات وحطمنا زجاج المساجد وارعبنا العائلات وارعبنا الاسر ودرنا تجار الحشيش والمخدرات ودرنا دعاره في الزنقات. ونحن الان نطالب بالاجلاء الفوري، لا للعنصريه، لا للاعتداءات، لا للعنف ولا للقهر. المغرب ليست امنه. نحن الان نطالب بالاجلاء الفوري. وعندنا اخواننا في السجون الان، في السجون موجودين من شهر 6 2022 لم نسمع منهم خبر حتى الان. اين هم الان؟ نريد اخواننا الان، ان كانوا ميتين هم حيين، نريدهم الان، لا للعنصريه، لا للعنف، لا للاعتداءات، لا للقهر. سلميه ضد العنصريه. ما هي مطالبكم؟ مطالبنا الان الاجلاء الفوري، نطالب بالاجلاء الفوري الان من المغرب. الان المغرب ليست امنه. المغرب ليست امنه الان، نطالب بالاجلاء الفوري. ولكن بالنسبه شكون اللي كيدير المشاكل فيكم نتوما؟ شكون؟ ما ديرناش المشاكل نحن والو، دار المغاربه. كاين اللي كيشواكم؟ المغاربه هم اللي داروا المشاكل هم اللي داروا المغاربه. يسرقوا منا ويجوا ويحددونا بالسلاح الابيض ونحن ما درنا والو. نطلب من قوات الامن مسجد سعيد. ما كانش الامن. نحن نطالب بالاجلاء الفوري. نطالب بالاجلاء الفوري الان. يوم امس كانت مشادات بينكم وبين بعض الاشخاص. نعم طالت سبب المشادات؟ شنو؟ سبب المشادات اللي وقعت بينكم وبين السبب هي السرقه من المغاربه. شفاره مغاربه يجوا يسرقوا لنا ويجونا بالامواس ويجونا يجونا الاعتداءات. نحن لا نعتدي الى مغاربه، وليس المره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. يعني جاوا بعض الاشخاص هم اللي يخبروا لكم تليفون؟ هم اللي جاوا وضربوا باقيين الذراري في الزنقات مصابين الان راقدين بين الموت والحياه. ما عندنا ما ندير والو. هي القضيه نطالب بها الان نطالب بالاجلاء الفوري. والمغرب ليست امنه، لا للعنصريه، لا للاعتداءات، لا للعنف، لا للقهر، لا للتمييز. هذه هو المتطلبات ديالكم؟ هذه المتطلبات ديالنا، الاجلاء الفوري، نطالب بالاجلاء الفوري الان. يعني كنسمعوا دابا الناس في التعليقات كيقول لكم بعض الاشخاص منكم هما اللي كيخيبوا الصوره ديالكم. لا، نحن لا نعتدي على مغربي. طلع اي مغربي يقول لي السودان يعتدي علينا، السودان لا يعتدي على مغربي اطلاقا. إن كان في المغرب ولا غيرها وكلنا مهاجرين. نحن الان نطالب بالاجلاء الفوري يعني ونطالب باخواننا في السجون الان موجودين. السودان مهاجرين كلنا سودانيين، افارقه سودانيين وتشاديين مسلمين كلنا الحمد لله. الحمد لله كلنا افارقه، كلنا افارقه. كلنا افريقيا مهاجرين الافارقه في دول الساحل معانين معاناه كثير. ونحن الان اجنا المعاناه ونحن جايين من الحدود لحد المغرب وجينا هنا ومارس معنا اليوم من سوريا. ضربوا اخواننا هناك، ضربوا اخواننا بالسلاح الابيض، ونحن هذا لا نقبل. ونحن نحترم قانون الدوله، نحترم القانون وقانون فوقنا فوق الجميع. لكن الان اللي يعملوا فوقنا يعني مش قانون. انتم باغيين مع القانون؟ ما نحن مع القانون ونحترم القانون فعلا. لكن القانون لن يجيب لنا حقنا ونحن نريد حقنا. نحن نريد حقنا وحق اخواننا. انتم اخواننا الحمد لله، احنا في دوله الحق والقانون. لا كانوا شي ناس الحمد لله نحترم القانون. نحن بنحترم القانون ونحترم جميع السلطات، لكن الحق يراو لنا نحن مساكين. شنو هو الحق ديالكم اللي مشى لكم وبغيتوا يرجع؟ شنو هو الحق ديالنا اننا اخواننا مسجونين في السجن، اننا اخواننا مباراه ضربوهم بالسلاح الابيض. نحن لن نعتدي لحد، لا ما لم يعتدي علينا لن نعتدي على الحد. ده قانون بتاع السودان ومعروفين. اللي في السجون دابا داروا شي مخالفه ديال القانون؟ داروا مخالفه ومشى الحدود ومن حقهم يمشوا. دايرين يمشوا اوروبا يعملوا شنو؟ من حقهم يمشوا. داروا مخالفه يتسجنوا. داروا مخالفه في الحدود ومن الحدود مسكوهم وسجنوهم، لكن من حقهم يمشوا للحدود. دايرين يمشوا. انا جينا هنا دايرين نستقر هنا. انا جينا هنا للمغرب لكي نعبر العبور. ليس لنا علاقه في المغرب لو وجود زين باش تعبروا الحدود. بس نعبروا، بس دايرين نعبروا. اليوم لو فتح علينا خلال 3 ساعات نحن مش نقول. انتم باغي تمشيو من الغداش قادرين تمشيو؟ لا شوي. ونريد نطمن جميع المغاربه. نحن لن نعتدي الى مغرب، لن نعتدي الى اي مغربي، لن نعتدي الى اي مغربي. تعتدوا على شي واحد مغرب اخواننا ولم نعتدي لهم، لكن هم يعتدوا لنا ونحن ضيوف في بلدهم. يحترمونا نحن ويحترمونا ونحن نحترمهم ونعيشوا
وإذا لم وصلنا إلى أوروبا نعيش معهم أو نرجع إلى بلادنا، هذا الأمر أصبح واقع. لكن هم يضربونا بالسلاح الأبيض بالمواتر، يجبدوا يشيلوا تلفونك ويمشوا. كيف؟ نحن لن نريد أن نسرق ناكل بمال الدرانة، لن نريد أن نسرق. مال السرقة معلش خلينا الحرامية ورا هناك في السودان. وشكرا لكم، وعاش المغرب وديما ودايرين حقنا، وعاش المغرب. نقول لكم الحمد لله احنا في دورة الحق والقانون، صوتكم غيوصل دابا عبر قناة صوت العدالة في اللايف دزتو، صوتكم غيوصل للمسؤولين، غيكون حل ان شاء الله. نتوما راه خوتنا ان شاء الله. الناس ايضا كترحب بكم هنايا بالمنطقة، كيتعاونوا معكم الناس هنايا في المغرب. يعني قليل لبعض الاشخاص كيكون بيناتكم وبينهم في صداع، ولكن الحمد لله احنا في دورة الحق والقانون غيكون بخير. نحن مع اخوتنا، نحن مع اخوتنا المغاربه، نحن مع اخوتنا المغاربه. لن نريد الى ان نصل الى السلاح الابيض، ولا نريد ان نتدارب بيدنا. نحن نريد شنو؟ محل نعس امن ونقضي فيه ايامنا، اي نقضي فيه ايامنا ونطلع من اجل الهجره. انتم من اجل الهجره لسنا يعني منطقه عبور هذه انتم بالكم دايرين يحترمونا، ومغرب فوق رؤوسنا يحترمونا ونحن نحترمون. لكن الان الحاصل الان لسنا بتاع قويه بالسلاح الابيض والدرب وهذا شايف. وهذا شكون اللي ضربك انت؟ ده درب شي واحد شخص ضربك هذا في الحدود هذا في الحدود. نحن مسلومين، لكن سامتين لاننا في بلاد الناس لن نقدر نتكلم. ما في اي حق عشان يجيب لنا مهاجرين. لسنا اوراق، لسنا لنا اوراق قانونيا، ومنظمات لن يرانا. ما في حقوق الانسان، ما في منظمه ما يجي يقول لك حقوق الانسان. ما فيش حقوق الانسان اصلا. نحن داعين ونحن نريد ان نصل الشعب المغربي كيحبكم. شكون كيعرف يقرا؟ ونحن نحبهم لكنهم لن يحبونا، بالسلاح الابيض لن يحبونا. قرا المغاربه. نحن تحيه لهم، اسمع، تحيه لكل مغرب، تحيه لكل مغربي بعرف عن الهجره وبعرف عن المعاناه بتاع الهجره. تحيه لكل المغرب العايشين برا الوطن، تحيات لنا. وهم مزينه وطالعين من اجل الهجره. ده ربما شنو؟ نحن ربما يوم من الايام نلاقي امام هناك ونبعث لهم سلام من اريدهم من ارض وطن بتام لجميع المغاربه. ونحن دايرين من الحكومه المغربيه ان يلقى لنا حل بتاع الودي هذا. انا هنا الان واحد مفلس جنيه ما عنده. معلش انا اليوم صايم رمضان ما عندي ولا جنيه. الناس القاعدين هنا ده كلهم لن يمتلكون. ما فيش امل، ما فيش شيء. الناس نايمين. تاني يجي يسرق له تلفونه، مشكله. تاني تلفونك يجي يثبت لك. انا هنا ما ناقصنا حراميه، ناقصنا دايرين ننقص. شو الحمد لله احنا في دوله الامن والامان. صوتكم دابا غيوصل للناس المسؤولين وغيكون خير ان شاء الله. شكرا لكم. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا. كما سمعتم مشجع قناه صوت العداله في هذا البث المباشر، يعني دخلنا وسط الافارقه من اجل انهم يكون حل. يعني كما سمعنا مشجع قناه صوت العداله في هذا البث المباشر كيناضلوا بغاو الحقوق ديالهم. الحمد لله احنا في دوله الحق والقانون، يعني غادي يكون خير. يعني في دولة المؤسسات، دولة القوانين، يعني حتى هما كيحبوا خوتنا المغاربة وحنا كنحبوهم أيضا. كيف الحال؟ بخير، أمور هانية. تريد أن تتكلم؟ إيه نريد نتكلم. إيه. On besoin les déplacements ici. On besoin les déplacements ici. Vous parlez avec un arabe? Oui, arabe et français. Arabe, ok, ça va. باخي arabe ولا français؟ Arabe. Arabe. قال لك عربي. On besoin les déplacements, mes grands. Ici, on est souffert ici dans le Maroc ici. On besoin de déplacements. Et depuis les années, on est souffert à côté de on besoin de quitter en Europe, on n'est rien de gagner, on n'est rien de trouver. On est en train de partir actuellement, ils sont fermés la route. Ils sont fermés la route, tout, on est souffert, on est tout fatigué, on ne dort pas bien. On ne dort pas bien, on dans la route. Monsieur, je voudrais parler en arabe. Ok, arabe. En arabe, oui. قال لك عربي يا شباب. هو كان شوف احنا في المغرب احنا راه جميع الناس كتشوف en arabe. Même les fondations, ça va regarder nous un peu. On besoin même pour quitter ces En arabe, s'il vous plaît. En arabe? Oui. يتكلم معه عربية. صاحبي يا صاحبي. سلام يا شباب. انت تعرف تتكلم اللغة العربية؟ اسأل اتكلم. السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم يا جماعة. احنا باقين طرفونا لاوروبا قدام. انتم باغيين تمشيو لاوروبا؟ ايه باقين اوروبا ضروري. يعني المغرب منطقة للعبور بالنسبة لكم. جينا للقاة المستقبل يا اخويا، جينا للقاة المستقبل. باقين المستقبل ديالنا، باقين كل شيء ولا لاقينا. لو ترجع ورا
اهلهم دايرين، عيله دايرين، ماما داير، كل شيء داير. وحين اتانا في هذا تلك الايام سكرت لنا طريق كل شيء، لا ماكل كويس، لا منام كويس، لا امني، لا شيء يا صاحبي. لو حتى ديرت اوراق لا يديروا لك اي حاجه. باقين ضروري تعرفون، حتى لو توزونا كندا، توزونا امريكا، توزونا اي مكان، تدوروا لنا حل، ولا لو ما باقين ترجونا احسن. وفي اللي شباب اخواننا قبل عملوا دكشه، اخواننا شباب عملوا دكشه خششهم في السجن لهم 3 سنين، بالمفروض شويه يتطلعون من السجن. في اخواننا قاعدين في السجن تو كاينين في السجن، بالمفروض شويه تطلعون من السجن، تعطونا وريالنا يا شباب. شكرا. انا ما سمعش معنا مش قناه صوت العداله في البث المباشر. يعني مجموعه ديال الافارقه هنا بمنطقه درب سلطان يعني دايرين وقفه احتجاجيه من اجل انهم يطلبوا مجموعه ديال الاشياء، والحمد لله حنا في دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات. حتى الامن المغربي الحمد لله راه دابا مامن لهم الوقفه ديالهم وفقا للقانون المغربي، من اجل انهم اللي بغاو ينظموا وقفه ويوجهوا رساله الناس المسؤولين. حنا في دوله الحق والقانون كنا كنقول مرارا وتكرارا يعني يوجهوا الرساله ديالهم الناس المسؤولين والناس المختصين. يعني لازلنا وياكم متابعين قناه صوت العداله في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء منطقه درب سلطان. كما تشوفوا معنا يوم امس كانت ليله بيضاء عاشها منطقه درب سلطان ودرب ليله، لانهم وقع شنآن بين مجموعه ديال الاشخاص بين مغاربه وبينهم ايضا سودانيين مسلمين. يعني كنمشيو معنا في هذا البث المباشر، حاولنا نتواصلوا معهم لاننا كنقولها وكنعاودها اننا في دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات. حنا بصيتنا يعني حتى مراسلين ديال المنابر الاعلاميه دخلنا عندهم اننا نوصلوا صوتهم، يعني باش كاع ما نكونوا واحد الحياديه ونسمعوا غير الطرف لا نوصلوا لهم صوتهم من اجل المسؤول المغربي والاشخاص المغاربه المسؤولين على هذه القضيه ديال الافارقه، انهم يسمعوا المتطلبات ديالهم ويكون حل ودي، وتكون يعني حتى هما ما باغينش حوايج يعني حتى هما ملي شافوا منبر اعلامي داخل وسطهم وكيدويو بغاو المتطلبات ديالهم توصل، حتى هما فرحوا وطمنوا. كما قلت لهم حنا في بلد الامن والامان، رغم هما دايرين المغرب منطقه عبور فقط لانهم باغيين يعبروا للديار الاوروبيه، يعني باغيين يعبروا، لكن هما بواحد يعني كميات كبيره صعيب عليهم يتنقلوا للديار الاوروبيه بطريقه غير شرعيه. يعني لازلنا واياكم في البث المباشر متابعي قناه صوت العداله من قلب مدينه الدار البيضاء منطقه درب. يعني استنفار امني كبير هنايا، ثاني يوم من رمضان، يعني بعد اليوم الاول من رمضان اللي كان فيه المشاكل ديال الافارقه مورا الفطور صلاه التراويح، كان بين شنآن بين الافارقه والمغاربه. اليوم داروا وقفه احتجاجي من اجل يطالبوا بالحق ديالهم. ننقل لكم الصوت والصوره والتليفون الامن المغربي كيحاول يتواصل معهم يوضح لهم حتى هما يعرفوا القانون يسير عليهم من اجل وقفه احتجاجيه، يعني ويعرفوا ايضا الاجهزه الامنيه علاش دايرين هذه الوقفه، الاسباب والمتسببات اللي علاش انهم يديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه في مدينه الدار البيضاء. رجال الامن بمنطقه درب سلطان حتى هما كيسيروا انهم جاوا يوقفوا على الشغل ديالهم، باش انهم يكون تنظيم لا في الوقفه ولا في طريق السياره، يعني ما يوقعش واحد الهمجيه، واحد المشاكل يوقعوا من مشكل صغير يولي مشكل كبير ديال الطريق، ويتعرضوا ايضا لبعض السيارات اللي ضربوهم يوم امس. يعني بالنسبه للناس اللي تحقوا بنا في هذا البث المباشر، يعني باش نوضحوا لكم الامور، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء منطقه درب سلطان. حنا كنتواجدوا منطقه درب سلطان، يعني وقفه احتجاجيه من طرف بعض الافارقه، يعني هما كثار هنا بهذا الجرده، يعني كاين اللي ما مسوقش كما كنقولوا، كاين اللي واحد العشرات منهم وقفه احتجاجيه من اجل انهم
كيطالبوا ببعض المتطلبات ديالهم. يعني حنا في دوله الحق والقانون، يعني حنا معاهم، حنا في دوله المؤسسات. يعني من حقهم اي واحد جا المغرب وحاصل على بطاقه ولا ما حاصلش على بطاقه نوصلوا الصوت ديالو للمسؤولين باش يكون هناك، يعني يكون واحد الاصلاح في المنظومه ديالهم. يعني يكون اصلاح، يكون بغاو المتطلبات ديالهم. حنا في دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات، غيطبق عليهم القانون كيف ما كانوا. يعني كما قلت لهم ان لو خالفتوا القانون راه غيطبق عليكم كما طبق على بعض الاشخاص اللي كانوا معكم، حتى هما معترفين بهذا الشيء. قال لك حنا مع القانون المغربي وحنا مع رجال الامن. الحمد لله ولله الحمد انهم حتى هما متفاهمين وحتى هما مسلمين وعارفين يعني ما ليهم وعليهم. كنتم معنا في قناه صوت العداله في هذا البث المباشر. لازلنا واياكم من قلب مدينه الدار البيضاء منطقه در سلطان. يعني استنفار امني كبير هنايا. ايضا جميع الاجهزه الامنيه من اجل انهم يقوموا بهذا الوقفه الاحتجاجيه، ومن اجل انهم يعرفوا اسباب والمسببات اللي خلات هاد الافارقه انهم يديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه بمدينه الدار البيضاء. يعني كما كتشوفوا معنا متابعي قناه صوت العداله في هذا البث المباشر، يعني مفتوح لجميع المواطنين من اجل مناقشه هذا الموضوع اللي اثار الكثير من الجدل. هو موضوع ديال الافارقه ومن جنوب الصحراء يتواجدوا بالمغرب، لان المغرب كيعتبروا هما نقطه عبور لهم من الديار الضفه الاخرى اللي هي الديار الاوروبيه. كما سمعنا من احد المواطنين السودانيين قال لك انه بغى يعبر من اجل انه يامن مستقبله بالديار الاوروبيه. يعني وانا كنبغي نقول ليه انك انت بغيتي تامن مستقبلك ما تخربش مستقبل المغاربه، لانك انت كتجي كدير بعض ما نعموش انه بعض الاشخاص منهم انهم كيخربوا، بعض الاشخاص منهم كيسرقوا، بعض الاشخاص منهم بدون هويه ما تقدرش تعرفهم، حتى لا سرق لك حتى لا ضربك ما تقدرش تعرفه. يعني كما كاين طوب وحجر كما كنقولوا، ما نعموهمش ومن نقولوا كلهم خايبين وماشي كلهم زوينين. يعني لازم طوب وحجر ان بعض الاشخاص منهم اللي كيديروا شي حوايج خارج القانون، وبعض الاشخاص منهم اللي كيطبقوا حتى هما القانون وعارفين راسهم انهم راه القانون يعلى ولا يعلى. الخبز العادي يدير الخبز الشاي
كناخذها